كنت قاعد مع عم فهيم بتكلم معاه وباخد رأيه في اللي بيحصل حوالينا، لقيته بيرد عليا وبيقول لي ده عند ام ترتر. قلت له مين ام ترتر دي؟ قال لي اللي بتاكل وتنكر. في الحقيقة الموضوع شدني، قلت أسأل شات جي بي تي عن ام ترتر. رد عليا وقال لي بص يا باشا، ام ترتر اسمها الحقيقي نفوسة، كانت ساكنة في حواري كرموز، ومعروف عنها انها ست لسانها طويل جدا على الكل وما بيهمهاش حد ولا بتخاف من حد. اتشهرت بالاسم ده لأنها كانت عايقة، وعايقة لأنها كانت بتلبس الجلاليب والمناديل المزينة بالترتر، علشان كده الناس طلّعوا عليها أم ترتر. جوزها بقى كان اسمه المعلم علوان أبو إسماعيل، كان شغال عربجة حنطور، وكانت أم ترتر عندها عِشّة فوق السطح بتربي فيها فراخ، ولمّا كانت فراخ الجيران بتروح على العِشّة بتاعتها بالغلط، كانت الفراخ بتختفي، لا حِس ولا خبر، لأن أم ترتر كانت بتدبحهم لجوزها المعلم علوان. ولمّا صاحبة الفراخ كانت بتروح تسأل أم ترتر على الفراخ اللي ضايعة منها، كانت بترد عليها وتقول: "ولا شُفت ولا أعرف عنها حاجة." ولمّا كانت بتروح تسأل الجيران عن الفراخ بتاعتها اللي ضاعت، كانوا الجيران بيردوا عليها بصوت واطي ويقولوا: "ده شكلها عند أم ترتر." يعني ربنا يعوّض عليكِ. اللي بيحصل حوالينا الآن على الحدود أو اللي بنسمعه من تصريحات الراجل البرتقالي ما فرقتش كتير عن أم ترتر وجوزها الراجل العرباجي وأهل كرموز. كلنا عارفين مين الحرامي، مين اللي سرق الأرض، والحقيقة واضحة وضوح الشمس. كل واحد فينا خايف يعلّي صوته وبيتكلم من تحت البطانية بصوت واطي لإنه خايف من غضب الست المفترية أم ترتر. علشان كده أنا دايمًا باكون في حيرة وباسأل نفسي، هي الخطب اللي كنت باسمعها لعبد الناصر والسادات دي كانت خطب حقيقية والّا كانت تمثيل؟ وليه البيانات والخطب اللي باسمعها في التوقيت الحالي كلها كلام هري كده في المداري؟ فكر فيها.